وطبعا زي ما شفنا عمرو أديب طبعا رد على المستشار مرتضى منصور بجميع الأشياء اللي ممكن واحد، أو المستندات أو الأدلة أو الكلام اللي ممكن الواحد يرد بيه. ده كان رد عمرو أديب على مستشار مرتضى منصور. سيبنا احنا من الكلام ده كله. النادي الأهلي هيلعب مع بيراميدز يوم السبت. طبعا هتكون مباراة قوية جدا. المباراة هتكون صعبة بالنسبة للنادي الأهلي، لأن النادي الأهلي تعادل آخر مباريتين. النادي الأهلي معوش غير نقطتين، في ظل إن نادي الزمالك متصدر الدوري المصري. نادي الزمالك متصدر الدوري المصري. طبعا لو النادي الأهلي خسر مباراة بيراميدز هيكون الفارق بين الأهلي والزمالك 5 نقط. ده كمان ممكن الزمالك يغلب الماتش اللي جاي ويبقى الفارق 8 نقط بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. فالمباراة هتكون مهمة للنادي الأهلي والنادي بيراميدز برضو، لأن بيراميدز في آخر مباراة بيراميدز خسر آخر مباراة، خسر 2-1. فالمباراة هتكون مهمة. وفي ظل اللي احنا فيه ده المدربين لا يصلح. مدرب النادي الأهلي لا يصلح، ومدرب نادي الزمالك لا يصلح. مدرب نادي الزمالك، النادي الزمالك بادئ بداية قوية لكن المدرب مش كويس. أما النادي الأهلي المدرب ما عندوش فكر، لسه المدرب ما عندوش فكرة في النادي الأهلي. بنتكلم بكل واقعية علشان نعرف نحدد المستويات. النادي الأهلي فيه لعيبة على أعلى مستوى، لعيبة كبيرة جدا. عندنا زيزو، بن شرقي، إمام عاشور. ولكن الأهلي النتائج اللي بيعملها مش كويسة في ظل اللعيبة دي. فيعني بالمنطق كده عايزين مدرب كويس بيعرف ان هو يمشي اللعيبة دي ويعرف يمركز اللعيبة دي داخل الملعب بشكل افضل. في ازمة بتدور بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، وانا بقول الازمة دي زي ازمة مباراة النادي الاهلي ومباراة النادي الزمالك لما كان ازمة التحكيم. النادي الاهلي مصمم على التحكيم الاجنبي، ونادي بيراميدز عايز تحكيم مصري. انا مع قرار الاهلي في رأيه، وبشجع النادي الاهلي ان هو يتمسك بقراره وهو التحكيم الاجنبي، لان احنا عارفين ان التحكيم المصري بيودينا على حتة مش كويسة خالص، والتحكيم المصري بيعك، بالبلدي بيعك. فالنادي الاهلي عايز تحكيم اجنبي، وده حق النادي الاهلي. لان النادي الاهلي اسم كبير وبيلعب لعب نظيف، لا ليه بقى في ان هو يعبط حكم مصري والكلام والعك اللي احنا عارفينه ده كله. فالنادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي مصممين على حكم اجنبي، وغالبا هيكون الحكم اسباني كمان. وطبعا بعت لرابطة الاندية واتحاد الكورة ان هو محتاج حكم اجنبي. طبعا لو ما فيش حكم اجنبي من حق النادي الاهلي ان هو ينسحب، من حق النادي الاهلي ان هو ينسحب، لانه مبلغ رابطة الاندية قبليها باسبوع. فمثلا انت ما جبتش حكام اجانب فلا، مش هحضر المباراة. دي نفس الازمة بتاع النادي الزمالك والاهلي في المباراة اللي احنا طبعا اللي هو الاهلي انسحب منها. فهي دي نفس الازمة ودي نفس الواقعة. الزمالك بادئ بداية قوية، بداية موفقة ليه.
الزمالك اللي بيبدأ قوي بينتهي بيه المطاف، طبعا عارفين ان هو لا بياخد دوري ولا بياخد اي حاجة. النادي الاهلي كل سنة بيبدأ بداية ضعيفة، بيلاقيه واخد الدوري في الاخر. فعايز ايه جمهور النادي الاهلي كده؟ يطمن ويعقل الكلام. النادي الاهلي السنة دي هياخد الدوري. النادي الاهلي السنة دي هينافس على اكبر البطولات، دوري ابطال افريقيا هيكون في النهائي. ده توقعاتي. دايما لما بيبدأ ضعيف بيقدر ان هو يحقق انجاز قوي، وده النادي الاهلي معودنا عليه. طبعا احنا عارفين النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي طبعا ادارة قوية ومجلس ادارة قوي. ودي نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.